السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عايدة من قناة وصفات عايدة. سعيدة جدا بلقائكم البنات. شكرا بزاف 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 بزاف. كلمة شكر صغيرة وقليلة في حقكم البنات. يعني ما عرفتش كيفاش نشكركم على التتبع ديالكم، على الاشتراك ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، على التواصل ديالكم معايا في مواقع التواصل الاجتماعي، على لي كومونتير اللي ولاو كيكونوا في اليوتيوب قلالين ولكن بالنسبه ليا مفرحيني بزاف بزاف بزاف. الله يفرحكم والله يزيدكم من عنده والله يخلينا ديما مجموعين ومتواصلين يا ربي. تنتوجه بالشكر لجميع البنات اللي راسلوني. كنذكر منهم ياسمين او ياسمينه اللي عاد التحقت بالقناه. كنقول لك مرحبا ياسمين ومرحبا يعني بجميع الناس اللي انضموا لينا اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. البنات غادي نتكلم معكم بما ان سلسله الريجيمات عجبتكم فغادي نبقى في هذا السياق هذا. غنعطيكم ريجيمات بين فتره واخرى ونرجعوا بعد ذلك الوصفات ديال الطبخ، لان ايضا كاين الناس اللي كيبغيو وصفات ديال الطبخ او حلويات او ساندويتشات. ايضا غنرجعوا عاوتاني للريجيم وهكذا دواليك. وبطبيعه الحال غادي نبقاو متبعين مع بعضياتنا حتى نوصلوا للحلم الرشاقه ديال كل بنت وكل سيده وكل انسه وكل زوجه وكل جده اللي كتحلم ان الصحه ديالها تكون مزيانه، ماشي فقط باش نلبسوا داكشي اللي بغينا وانما باش نحافظوا على الصحه ديالنا، باش نحافظوا ايضا على الجسم ديالنا، ما نهكوش ما نتعبوش ونخليوه بصحه جيده باش نقدروا الحركه ديالنا تكون واخا نكونوا متقدمين في السن الحركه ديالنا تبقى مزيانه. التنويه اللي كنوه دائما هو انه جميع انواع الوصفات والرجيمات اللي كنعطي هي بالنسبه لذوي الامراض المزمنه، السكري، القلب، امراض القلب والشرايين، امراض ارتفاع الضغط الدم. فنرفض لكم حتى تستشيروا مع الاطباء ديالكم. اليوم عندنا القهوه الحارقه للدهون. هو ماشي ريجيم وانما هو مشروب كيساعد في تفتيت الدهون والخلايا الدهنيه. القهوه تحتوي على ماده الكافيين اللي اثبتت الدراسات العلميه على انها تقوم بتفتيت جميع الخلايا الدهنيه اللي كتواجد في منطقه البطن وايضا منطقه الارداف، ناهيك على ان القهوه بوحدها عندها تاثير ملي كنضيفوا عليها الليمون الحامض او الحامض. فدول اخرى كيسميوه الليمون، كنضيفوا عليها عصره من الحامض فتتعرفوا الفوائد كثيره للحامض في عصر او في حرق الدهون. فهو على مواد من ابرزها ماده الفيتامين سي اللي بطبيعه الحال عندها فوائد جمه في يعني الصحه ديال او على صحه الانسان، ويدخل في تركيب جميع المكونات من البومادات او الدهانات او الكريمات اللي كتقوم بالتنحيف او تخفيف الوزن. فالخلطه ما بين القهوه وما بين المواد المتواجده في الحامض او في الليمون كتعطي واحد القهوه حارقه للدهون بكل المقاييس. طريقه الشرب ديالها البنات: صباحا ملي كنفيقوا كناخذ واحد الكاس كبير ديال الماء، نزيدوا عليه واحد الملعقه العسل اللي تكون من الافضل يكون طبيعي، فكنخلطوها لان كنعرفوا على ان الماء سبحان الله كيتشبع بالخواص ديال الماده اللي كنزيدوا فيه، والعسل مذكور في القران على ان فيه شفاء للناس. فحبذا لو كل صباح ديالنا نبداو بكاس ديال الماء فيه معلقه ديال العسل، نشربوها ونتسناو واحد نص ساعه، نشربوه على الريق ونتسناو واحد نص ساعه، ثم كناخذوا القهوه ديالنا من بعد ما كتدفى كنضيفوا عليها عصره ديال نصف ليمونه او نصف حامضه وكنشربوها. فالبنات بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش ياخذوا القهوه على الريق او القهوه في الصباح، ممكن انهم ياخذوا فطور خفيف بحال مثلا بدون سكر، واحد الكويس مع واحد القطعه ديال التوست ديال الشعير او الخبز ديال الشعير، مع ايضا واحد المعلقه زيت زيتون، او ربما ياخذوا واحد الخياره مع بيضه مسلوقه، ربما ياخذوا ايضا واحد الكاس ديال الحليب مع تفاح ولكن بلا ما يطحنوهم كل واحد بوحدو، ربما ياخذوا غير واحد الحفنه ديال الجوز والجوز. يعني هذا مهم جدا. اللي ما قدرش اللي ما بغاش يشرب القهوه مباشره، اللي ما تقدرش يشربها مباشره ياخذ هذا الفطور اللي يكون خفيف، يتسنى واحد نص ساعه ويشرب هذا. كيف قلت لكم البنات على ان هذا المشروب الحارق للدهون هو من عند قدماء الهنديين. الهند مشروب جا من عندها، هما اللي بداو كيستعملوه، وحتى الامريكيين كيستعملوه بكثره في الفتره والاونه الاخيره. بطبيعه الحال جميع الدراسات تتاكد على ان ماده الكافيين ماده فعاله جدا لتفتيت دهون الجسم وحرق دهون الجسم العنيده خاصه في منطقه البطن والارداف. كيف قلت لكم البنات ملي كنضيفوا الليمون كتعرفوا الفوائد ديالو العديده ايضا في حرق الدهون، فكيكون واحد المزيج اللي هو هائل جدا. طريقه الاستعمال قلتها لكم في الصباح تقدروا تاخذوها حتى كتدفى دابا، وغادي نعصر فيها
الحامض بهذا الشكل. والبنات نقول لكم واحد الحاجه، حتى اللي كيكون عنده الام ديال الراس، اللي كيكون عنده الام ديال الراس، راه هذا المشروب هذا رائع جدا لالم الراس. غير كتشربوا قهوه مقطره مع الحامض كيختفيو الم الراس تماما. محاربه للشيخوخه، كتحافظ على نضاره البشره والجلد، محاربه للخلايا الدهنيه، وتساعد في تخسيس الجسم. القهوه غير بوحدها فعاله في التخسيس، فما بالك اذا كانت محاطه بهذا الليمون. معلومه اخرى البنات بالنسبه للسيده خلال السيكل ديالها العادي، الشهر ديالها، فالاسبوع اللي كيكون قبل الدوره الشهريه واسبوع الدوره الشهريه، واخا كتشرب القهوه علميا اثبت على انها ما كتنفعش ديك الساعه، لان كيكونوا الخلايا ديالنا والهرمونات ديالنا مضطربين بسبب الدوره الشهريه، فما كيكونش عندها مفعول كبير. امتى كيكون عندها المفعول كبير؟ في 15 يوم الاخرى اللي كتبقى من الشهر، جوج ديال الاسابيع تواظبوا على شرب القهوه بهذه الطريقه هذه صباحا مع عصره نصف ليمونه. وتفكروني يا البنات، تحاولوا انكم تقللوا، يعني النظام الغذائي ديالكم يبقى عادي، اللي غيسولني على النظام الغذائي يبقى عادي، غير هو دائما الكربوهيدرات او المعجنات نحاولوا اننا نقصوا منهم ما امكن، نحاولوا اننا نستغلوا الفرصه باش اننا ناخذوا الخضر البنات، وخاصه الورقيه منها. ملي كنقول الورقيه كنقصد البقدونس، الجرجير، السلطه، يعني لي سالاد، الخس بجميع الانواع ديالو، الموف والخضر جميع الانواع ديالو، كاينين بزاف ديال لي فاريتي والانواع في السوق. ايضا السبانخ، البقدونس، هادو كلهم، وايضا الفجل مهم جدا 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 لتفتيت الدهون. نديروا واحد الصحن كبير من السلطه بحال هكا، نزيدوا عليه واحد الخياره، واحد البصيله، واحد التويمه مقطعه ما فيها باس، واحد نص مطشه، نص خويز زويا، واحد شويه ديال البربه، هنا سلطه كبيره وغنشبع بها مزيان. ويجي الطاجين ناكل الخضيره اللي فيه، ونقدر ناكل غير بالفورشيت الا بغيت، ما بغيتش نقدر ناخذ واحد ربيع ديال الخبز ديال الشعير. ويعني الا درتو هذا النظام، صدقوني يا البنات، الا واظبطوا كيف قلت لكم على هذا المشروب هذا مده 15 يوم، ولا تقدروا تشربوه يعني الشهر كامل ماشي مشكل، مع بعض المشي الخفيف، تقليل من السكريات والمعجنات، نتيجه غتكون مبهره بحول الله. شكرا على حسن المتابعه. الا بغيتوا فيديوهات اكثر من هذا النوع تخص الرجيمات، ما عليكم غير تخليوها لي في صندوق الوصف. سعيده جدا بالتواصل ديالكم، سعيده بحبكم، وانا كنبغيكم. شكرا البنات بزاف على التواصل ديالكم. هناك في جعبتي المزيد والمزيد من وصفات التخسيس جميعا لمحاربه السمنه والكيلوات الزائده. شكرا البنات، والى الملتقى.